بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات على اليوتيوب، ومش عارفة بصراحة انزل الفيديو ده ولا لا. بس النهاردة قلت اعمل حاجة جديدة، بدل ما كل الفيديوهات بتتكلم عن حاجات تعليمية وحاجات ازاي نرسم وازاي نستخدم البرامج. قلت اتكلم على حاجة جديدة. النهاردة حابة اتكلم على حاجة اسمها imposter syndrome او متلازمة المحتال. في فنانين كتير جدا بيعانوا منها، او اي حد عامة بيرسم او بيعمل حاجة كرياتيف لازم بيعدي بالامبوستر سيندروم او الاحساس ده. ايه هو الامبوستر سيندروم؟ هو احساس ان انت مش كفاية، او ان انت مش شاطر اناف في الحاجة اللي انت بتعملها، ومهما الناس قالت لك انت جامد وبتعرف تعمل اللي انت بتعمله، انت برضو مش بتصدق. متلازمة المحتال دي اكاد اجزم ان هي سبب في ان انا بتعطل كتير جدا، وفي ان انا بقعد فترات طويلة ما نزلش حاجة، او ساعات ممكن يعدي شهور ما ارسمش فيها بسبب الحكاية دي. يمكن السبب بدأ من زمان، ان انا اوكي بحب ارسم وبعرف ارسم، بس دايما بحس ان في حاجة ناقصة، او دايما في صوت في دماغي بيقولي لا، يعني في ناس احسن، في ناس كتير بترسم واحسن منك، انت مش بتضيفي حاجة جديدة، وشغلك عادي ما فيهوش اي كرياتيفيتي او حاجة جديدة. بس لما قعدت ركزت شوية وقعدت بحثت في الموضوع، اكتشفت ان الموضوع منتشر وعند ناس كتير، مش انا لوحدي. بس المشكلة هنا ان في ناس بتكمل، او ناس بتختار ان هي تكمل وتتجاهل الصوت اللي في دماغها ده، وناس بترضخ للصوت ده وبتسيبه يلعب في دماغها وبتسيبه هو اللي يسوق. فللأسف انا ساعات كتير بسيبه يسوق وبصدقه. بس النهارده جيت اقول لكم على طريقة ازاي تقدروا ان انتوا توقفوا الصوت ده، او على الاقل تقدروا تعملوا عليه كنترول على قد ما تقدروا. اول حاجة تقدروا تعملوها ان انتوا توقفوا مقارنة بين شغلكم وشغل الناس التانيين. المقارنة دي اسوأ شيء في الدنيا، لان كل واحد رحلته مختلفة عن التاني، وكل واحد بدأ يرسم لأسباب مختلفة عن التاني، وكل واحد مكمل في الرسم لأسباب مختلفة عن التاني. ما ينفعش ان انا اقارن نفسي بحد متطور عني او شاطر عني، وبعدين ارجع الوم نفسي انا ليه مش بنفس المستوى، او مش بجتهد زيه. لان ببساطة هو مش انا، هو حياته مختلفة، احنا مش في نفس المكان، وده شيء عادي. عادي ان انا يبقى ليا رحلتي الخاصة، عادي ان انا ارسم اللي انا بحبه من غير اي شروط. تاني حاجة بعد موضوع المقارنة، نفتكر احنا بدأنا نرسم ليه اصلا. يعني لما كنا اطفال ومسكنا الورقة والقلم وقعدنا نرسم، ما كناش بنفكر ساعتها ان احنا نبقى جامدين جدا ونبيع رسوماتنا ونكسب فلوس كتير. لا، احنا كنا بنرسم عشان بنستمتع بالرسم. فنرجع بقى نستمتع بالرسم كده زي زمان، ونبطل نفكر ونحسبها عشان الموضوع بقى صعب جدا. واخيرا وليس اخرا، افتكري ان انتي بترسمي لنفسك، مش لأي حد تاني. مش هقولك الكلام اللي هو لازم ترسمي حاجات تتباع وحاجات عشان تعجب الناس عشان تشتريها. يعني ارسمي الاول الحاجة اللي انتي بتحبيها، واللي انتي بتستمتعي وانتي بترسميها وبتتبسطي وبتحسي ان انتي يعني من جواكي مبسوطة قبل اي حاجة تانية، عشان ما تخلصيش على نفسك بسرعة. وافتكري كويس ان الاحساس ساعات بيجيلنا كده مشاعر مش حقيقية، بتبقى بعيدة كل البعد عن الواقع، زي موضوع الامبوستر سيندروم ده. فما تخليش دماغك تلعب وتخليكي توديكي في حتت مش لطيفة. افتكري الانجازات اللي انتي عملتيها، افتكري الحاجات الكويسة اللي حققتيها طول الطريق بتاعك وانتي بترسمي، عشان ما تقعيش في الامبوستر سيندروم. ولو جايلك ما توقفيش، كملي برضو، مش هيحصل حاجة، مش هيجرى اي حاجة. محدش مركز مع حد، ومحدش واقف يشاور عليكي يقول ايه دي مش شاطرة ما بتعرفش ترسم وبرضو بترسم وقرفانة. محدش مركز. اعملي الحاجة اللي انتي بتحبيها وخلاص.
لو حابين بقى طريقة الفيديوهات دي اللي هي بتتكلم عن تجارب معينة او حاجات حصلت، دي بعيدة عن كل البعد عن اللي انا كنت بعمله قبل كده. لو الفكرة دي حلوة يا ريت تقولي لي في الكومنتات عشان اعملها تاني ولا بلاش. شكرا على وقتكم، ويا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبة لكم. وقولوا لي في الكومنتات لو انتوا اي حد فيكم عدى بالموضوع متلازمة المحتال ده او الامبوستر سيندروم او احساس ان انت مش شاطر كفاية. قولوا لي في الكومنتات، وشكرا على وقتكم تاني. باي باي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك.